على ملعب إيلاند رود جرت قمة مباريات الدور الثالث للكارلينج كاب بين مانشستر يونايتد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ومضيفه ليدز يونايتد المنتمي لدوري الدرجة الأولى. المان يونايتد دخل اللقاء وهدفه الثأر من جاره اللدود ليدز الذي أطاح به من الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي. أليكس فيرغسون مدرب الشياطين الحمر قرر عدم الدفع بعدد من نجومه الرئيسيين لتوفير خدماتهم للشامبيونز ليج والبريمير ليج، وهي مخاطرة آتت ثمارها سريعا عندما تقدم مايك أوين لفريقه في الدقيقة 15 في أول مشاركة له هذا الموسم، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 32 ليؤكد أنه ما زال قادرا على التسجيل والإبداع. وقبل نهاية الشوط الأول وقع المخضرم ريان جيجز على ثالث الأهداف. ومع بداية الشوط الثاني دفع المدرب المخضرم بلاعب الوسط الفرنسي الشاب بول بوجبا بديلا لجيجز، ورد عليه مدرب ليدز سيمون جرايسون بإجراء تغيير مزدوج على أمل التعويض، ولكن دون جدوى أمام الإعصار الأحمر الذي تقدم خطوة نحو إحراز اللقب